ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده بقى بإذن الله مش هنعمل وصفة أكل زي ما متعودين. النهارده هنعمل روتين. الروتين بتاع النهارده هيبقى تنظيف الشفاط. النهارده هنرجع الشفاط بتاعنا جديد من غير ما ندعك، من غير ما نستخدم ايدينا، من غير اي حاجة خالص. النهارده هنرجعه جديد. شايفين المنظر ده؟ عليه كمية دهون زي ما انتوا شايفين، جامدة جدا. هتقولوا دي مش هتطلع، لا، هنعملها بمكون سحري. مش هنكحت ولا بسكينة ولا بمعلقة ولا بأي حاجة، ولا هنحط ايدينا اصلا فيه. هو هيطلع منه لنفسه كده، هو بمكون واحد هنرجعه جديد. خليكم معايا واحدة واحدة عشان تعرفوا ايه هو المكون دوت اللي مش هنحط ايدينا فيه، وهيطلعوا لنا جديد في خلال 10 دقايق. صدقوني انا عملته في خلال 10 دقايق كان بالمنظر ده. بصوا، يعني كأنك لسه شارياه. دهون سنين طلعت في 10 دقايق. ده طلعت كمان ازاي؟ طلعت من غير ما تحطي ايدك فيه. خليكم معايا واحدة واحدة عشان تعرفوا الطريقة. اللي خليته جديد. وما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. يلا بقى نسمي الله ونبتدي الطريقة. انا بجيب الاول صينية، ما بحطش على الرخام عشان ما فيش حاجة تقع مني على الارض. تمام كده. هو بجيب علبة. العلبة بحط فيها ايه؟ بحط معلقتين كبار نشا، وعلى المعلقتين الكبار نشا بحط معلقتين بوتاص. يبقى ايه هنا المكون بتاعنا اللي هنستخدمه؟ البوتاص. معلقتين كبار بوتاص، معلقتين كبار نشا، حوالي نص كوباية خل، من نص كوباية لكوباية الا ربع كده اهوت. واقلبهم كويس جدا. هتبصي تلاقيه بيتقل معاكي عادي، مفيش اي مشكلة، انتي بتقلبيه وهتحسي بسخونة كده اهوت في العلبة عشان هي مادة كاوية. بعد كده هنضيف زيت. الزيت بتاعنا زيت بواقي الاكل كده، هو يعني مطرح ما بتقلي البطاطس، مطرح ما بتقلي اي حاجه، هاتي نص كوبايه زيت تحطيها عليها. انا حسيت ان العلبه بتاعتي بدات تسخن فخفت، فرحت حطاها في طبق استانلس عشان العلبه مش متينه قوي. بعد كده ضفت معايا ربع كوبايه صابون واقلبهم كويس جدا. اهو بصوا انا بمسكه اقلبه كويس جدا مع عصره بقى ايه، ليمونتين كده هو، ليمونتين كبار كده هو واعصريهم. هي دي المكونات اللي انا استخدمتها، ما استخدمتش اكتر من كده. الخلطه اللي انت هتعمليها ديك ما فيهاش نقطه ميه. تمام كده اهوت. ما فيهاش نقطه ميه، والشفاط بتاعنا ما عليهوش نقطه ميه، كله ناشف في ناشف. هقول لكم المكونات تاني. معلقتين نشا، معلقتين بوتاص، نص كوبايه خل، نص كوبايه زيت، مع ربع كوبايه صابون مواعين اللي اي مسحوق بتستخدميه تغسلي بيه الاطباق حطيه، مع عصره ليمونتين. وابدا بقى اغطس الحاجه كده هو واغلفها بمناديل، مناديل مطبخ، مناديل تواليت، اي مناديل، وتروحي مغلفاها كده اهو. بصوا، بس بتلبسي قلافز في ايدك لان الماده بتبقى حاميه. ما بتستخدميش بايدك، بقولها تاني اهو، ما بتحطيش ايدك في الماده. انا كان عندي جوندات كده اهو اللي هي البلاستيك ديك فاستخدمتها. البسي كيس، ما عندكيش جواندي البسي كيس. وببدا اغلف كده اهو زي ما انتوا شايفين. لو لقيتي بتستخدمي بالمناديل وبتعملي وتلاقي الخلطة بتاعتك تقلت معاكي، بتزوديها شوية خل مع شوية زيت. يعني كل ما تتقل معاكي عاوزة تخففيها، أنا هنا بصوا خففتها، هي لقيتها تقلت، خففتها بشوية صابون وشوية زيت وشوية خل. تمام كده هو. واسيبهم حوالي 10 دقايق. اجي بعد كده بجيب طبق بلاستيك واروح حاطه الحاجات اللي انا عملتها. في الوقت دوت انا بكون حاطه ميه على الكاتل او في حله تكون بتغلي زي ما انتوا شايفين كده، تغلي، واروح منزله الميه المغليه على ايه، على الحاجات اللي انا عملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اهم حاجه ان انا اغرقها كده هو ميه بتغلي. ببدا بقى ارش عليها كده هو بالمعلقه كده هو، عشان بصراحه ايه الميه بتغلي جدا فمش هينفع ان انا احط ايدي. اهو هبدا ارش عليها اهو من كل الاتجاه، يعني الميه المغليه تكون مغرقاها كلها. انا في الوقت ده كنت حاطه ايه كاتل تاني، بس لازم الميه تكون مغرقاها كده هو، يعني الميه عليها في كل حته. بصوا الدهون بتطلع لوحديها، انتوا واخدين بالكم؟ بص المروحه بتاعت الشفاط بقت عامله ازاي،
ولا حطيت سلكة ولا حطيت صابون ولا حطيت اي حاجة. بصوا انا بلفها كده اهوت عشان المية تيجي عليها من كل حتة، يعني الدهون بتطلع لوحدها. وانتوا شايفين شكل المية، يعني مفيش اسهل من كده. بعد كده باجي الجزء التاني دوت برضو المية الكتل اهو التاني غلي، بنزل عليه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. كل حاجة بعملها قدامكم زي ما انتوا شايفين، ما عملتش حاجة من وراكم. بصوا اهي الدهون طلعت يعني بايدي كده اهوت. بصوا بصوا مسافة دس ما عملت المناديل راح الدهون طلعت. هسيبها بقى في طبق البلاستيك حوالي ربع ساعة كده اهوت عقبال ما اعمل بقية الشفاط. هجيب برضو المناديل واروح حطها برضو في قلب الخلطة اللي انا عاملاها واحطها. هتقولوا لي طب ليه عاملة بمناديل، ليه ما حطيتيش عليها كده؟ هو اقول لكم عشان المناديل بتساعد ان الخلطة تبقى متماسكة فيها. بصوا كل ما بتتقل بعمل ايه، زودت شوية خل وصابون وزيت. دي طبعا كانت اخر كمية بقى، ففاض عندي الكمية اللي فاضت هروح بقى ايه حطها على الوش كده، يعني بايدي كده اهوت واروح حطاها. انا مش هستخدمها اهي. صراحة ما كانش عندي مناديل تاني، لو عندك مناديل اعملي برضو من الظهر، بس انا شوية اللي فاض رحت عامليهم. نرجع بقى للشفاط بتاعنا نشوف الدهون بتاعتنا اتشالت ولا لا. بصوا انا مش مصدقة بصراحة، انتوا شايفين المنظر طلع من نفسه، انا ما استخدمتش سلكة ولا كحت ولا اي حاجة خالص. هبدأ بقى اشيلهم. بصوا المنظر، يعني ما فيش دهون اصعب من كده. هشطفهم بمية عادية خالص وهجيبهم اهو. طبعا بقى مش هحطهم كده، يعني شوية صابون كده هوك، يعني ايه كلفي نفسك كده هوك شوية صابون بسلكة كده هوك ولمعيه اهو زي ما انا هعمل كده هوك. جبت شوية مسحوق كده هوك مع السلكة وبايدي كده هوك وهروح ادعكه، يعني كأني بغسل طبق مش بغسل حاجة مليانة دهون. بصوا بقى من ورا كده هوك جبت كتل برضو مية مغلية ورحت رشة. بصوا اهو كل حاجة بعملها قدامكم، شايفين الجمال؟ وبسلكة كده هوك وبالصابون بتاعي واغسله غسلة كويسة ولمعه، يعني حاجة كده بقى قشطة. بصوا جديد. امسك برضو المروحة بتاعتي كده هوك وبشوية الصابون بالسلكة كده هوك. انا يا جماعة ما بشيلش دهون بسلكة ولا حاجة، هي الدهون متشالة انا بلمعه. الدهون اتشالت من المكون اللي انا عاملاه، انا ما شيلتش اي حاجة بالسلكة زي ما انتوا شايفين كده هوك. انا بغسله بشوية صابون وبالسلكة عادية خالص. الدهون ديك لو هتتشال بالسلكة وبالصابون مش هتتشال اصلا. بصوا بسم الله ما شاء الله. وبعد كده بقى هشطفه شطفة حلوة كده. انا خلصت دوت. نيجي بقى للجزء اللي انا كنت حاطاه 10 دقايق، يعني عقبال ما غسلت الجزء دوت كان الجزء التاني الكاتل كان غلي. هحط برضو عليه المية. بص انا حطيته في الصينية عشان ديك الطبق مش هياخدها، فحطيته في الصينية هياخد الجزء التاني بتاع الشفاط. بصوا بصوا انا شلته اهو قدامكم، يعني انا ما شلتش حاجة من وراكم. بصوا الدهون كلها اتنسفت، كل الحاجات ديك انا كانت بتتعبني جدا. بصوا اتشالت، شايفين المنظر؟ بعد كده في نفس الطبق هرش برضو ميه، هرش ميه تكون سخنه. هنا بقى انا ما غليتش الكاتل، انا كنت بجيب ميه سخنه ايه من السخان من الحنفيه، بس ده بصراحه استخدمت فيه ايه السلكه والصابون، يعني حاجات بسيطه كده هو كنت تطلع معايا بسرعه عشان دوك مفرغ. وبرضو الدهون مش لازقه فيه ولا حاجه، يعني هي بتتشال بسرعه جدا، بس عشان زي ما بقول لكم فرغ كده هو حتت من جوه. بصوا الظهر بس دي للبلاستيك للشفاط، يعني مفيش حد يعملها ويستخدمها لحوض المطبخ، هتسوده وهتبوظه. الخلطة دي لشفاط اللي هو فوق البوتاجاز، شفاط المطبخ اللي بيبقى مليان دهون. دي بتكون وصفتي النهاردة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك.